Hello, grade 5. Today, inshallah, we're going to start lesson 1, unit 1. يلا بينا نبتدي نقرأ الكلمات وهنشوف الconversation كرتون أو المحادثة كرتون مع بعض. عملتها في فيديو قبل كده تقدروا تشوفوه على القناة. دلوقتي تعالوا نقرأ الكلمات ونعرف إزاي نحفظها. تعالوا نبتدي. Lesson 1, Life along the Nile. Listen, look and repeat. Water, weeds. Water, weeds. Water, weeds. The Nile River. The Nile River. Insects. Insects. Hunt. Hunt. Crocodile. Crocodile. طب ازاي احفظ الكلمات الطويلة دي؟ تعالوا نشوف. اولا عندي طريقة وهي تقسيم الكلمة لمقاطع. بقسمها بناء على ايه؟ بناء على الفاولز، الحروف الفاولز A, E, I, O, U. لو انا لقيت فاول واحد في المقطع بيعتبر الجزء ده كده مقطع لوحده. طيب لو انا لقيت تو فاولز مع بعض جنب بعض زي كلمة weeds كأنهم صوت واحد. طب أنا لو لقيت silent E في النهاية ما بتاخدش مقطع. دي أهم الرولز في المقاطع. طب تعالوا كده نجرب. كلمة water weeds هقسمها إزاي؟ تعالوا نشوف. كلمة water هقسمها water. لقيت هنا في vowel A وهنا في vowel E. A و E. فهقسم هنا كده water. water. يبقى أخلي بالي وأنا بحفظ إن في هنا vowel. ليه؟ في ولاد تيجي تكتب water تكتبها لي مثلا كده W-A-T water water لأن هي نطقت التي بعدها R، ولكن هم ما خدوش بالهم إن في فاول بسيط قوي قبل الإي اللي هو كده مع بعض water. يبقى أنا لو قسمت الكلمة هعرف أحفظها بشكل سريع جدا. water water weeds. كلمة weeds هي في عندي two vowels ولكن عملوا صوت واحد اللي هو E long vowel E. water weeds. water weeds اللي هي الأعشاب المائية. The Nile River أقسمها إزاي؟ The كلمة لوحدها Nile. لقيت الماجيك إي هتقول للآي say your name قول اسمك، يبقى الآي اتنطقت زي اسمها بالظبط وهتتكتب آي بس. Nile Nile. طيب كلمة river خلي بالي بقى إن الآي صوتها بقي ما بيتفتحش فيها جامد، وهيبان قوي في كلمة insects هنشوفها بعد شوية. river er together زي كلمة water river the Nile River. the Nile River. خلي بالي كمان إن أول حرف من كل كلمة ده Nile River capital 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 ده Nile River. بالنسبة لكلمة insects أحفظها إزاي؟ تعالوا نشوف إن الآي صوتها بقي ما بيتفتحش قوي، سناني مقربة من بعض. أما الإي دقني بتنزل لتحت. تعالوا نشوف إيه 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 إيه. يبقى وأنا بقرأ الكلمة دي الجزء الأول أو المقطع الأول سناني قريبة من بعض، ولكن المقطع التاني بقي بيبتدي يتفتح. insects insects insects. سهلة أهي. طيب كلمة hunt يصطاد هي مقطع واحد وفيها short vowel U hunt hunt hunt. تعالوا نحفظ crocodile crocodile. هنا في ماجيك إيه قالت للآي قولي اسمك، اتنطقت زي اسمها بالظبط وهقسمها 3 مقاطع. crow عشان لقيت هنا في vowel وهنا vowel وهنا الآي vowel ولكن الإي في الآخر silent ملهاش صوت. crocodile crocodile. يبقى الكلمات المين vocabulary سهلة جدا جدا جدا. تعالوا نقرأ الإكسترا vocabulary سوا. Repeat after me. kinds kinds. strong strong. dangerous. الإيه هنا A. colorful colorful colorful. B. be cold هي is cold زي مثلا
I'm called كذا. أنا أسمى كذا. It's called the king of the Nile. الكروكودايل اسمه أو يسمى the king of the Nile. يبقى is called. ممكن أقول are called. I am called. يبقى verb to be am و is و are. طبعا فاكرينهم. am is or معاها called معنى يسمى. scary creatures plants roll humans different amazing. خلي بالنا ان ال A هنا صوتها ضعيف، ما بقولش لا amazing. هقسمها 3 مقاطع كده وانا بكتبها. تعالوا نشوف تصريفات الافعال. طبعا عارفين استخدام تصريفات الافعال او الكونجوجيشن verbs بتفيدني وانا بتكلم على حاجه حصلت في الماضي. تعالوا نشوف. احنا عارفين ان معظم الافعال بنضيف لها ed، ولكن بعض الافعال بتبقى irregular وبنحفظها زي ما هي. تعالوا نقرا الاول irregular verbs. hunt hunted survived protected harmed affected flowed. تعالوا نقرا الايه irregular verbs. يلا بينا. eat ate come came find found know knew. دي كده كانت irregular verbs. طب بالنسبة للexpressions، بعض الكلمات بيجي معاها زي حروف جر كده معينة لازم تتحفظ زي ما هي، لأنها بتأدي معنى مختلف عن لو غيرت حرف الجر ده. زي مثلا around the world. around يعني حول. around the world. That's interesting. kings of the Nile. خلي بالي إن بيجي معاها off. king of the Nile أو the king of the Nile اللي هو الكروكودايل. kings of the Nile. keep the Nile clean. هنا مفيش أي حاجة فصلت ما بين النايل والكلين. keep the Nile clean. home to. الإكسبريشن ده مهم، اوعى تنسوه. home to. what about play a role. ولو عايزة أجيب adjective هجيبها هنا قبل role. play a role يلعب دور. طب أنا عايزة أقول يلعب دور مهم، يبقى play an important role. بيلعب دور مهم. play an important role. علشان important أولها vowel فهبدل ال A بan. tiny creatures. تعالوا نشوف الكلمة والopposite بتاعها. small big tiny huge. عندي بعض language notes أو الحاجات المهمة كده خلي بالي منها. كلمة fish بتيجي singular أو plural، يعني ممكن تيجي singular يعني مفرد أو plural يعني جمع. لو أنا عايزاها مفرد هجيب قبليها طب أنا لو عايزاها plural مش هجيب قبلها أداة زي ولا إن. تمام؟ يبقى birds eat small fish معناها إن الطيور بتاكل الأسماك الصغيرة. اوعوا تستخدموا fish آخرها ES أو S. كلمة fish عشان أجيبها plural أنا بسيبها زي ما هي كده ما بتتغيرش، ودي من الإكسبشنز. أحيانا ممكن أقابل كده كلمة fishes في آخرها ES بس مقصود بيها أنواع مختلفة، ودي ليها استخدامات معينة، ولكن انتوا هنستخدم كلمة fish singular أو plural بنفس السبيلنج. اتفقنا إن في كرتون للconversation أنا نزلته لكم في فيديو لوحده تقدروا تشوفوه. تعالوا نقرأ بقى التكست دلوقتي. There are many rivers around the world. The Nile is one of the longest rivers in the world. It's home to many different animals. Crocodiles are strong and dangerous. They hunt large animals in or near the water. Small fish in the river eat water weeds. Birds eat insects, small fish, and plants near the river. تعالوا كده نقسم القطعة ونعرف معناها ايه.
There are many rivers around the world. أنا عندي rivers كتيرة حول العالم. خلي بالنا around the world. ونهر النيل بقى the Nile. خلي بالنا إن أول حرف capital من ال N أهو والT. The Nile is one of the longest rivers in the world. يبقى نهر النيل هو واحد من أطول أنهار العالم. It's home to many different animals. خلي بالي من الحرف الجر home to. إنه موطن لكذا. It's a home to many different animals. Crocodiles are strong. ليه أنا استخدمت or؟ علشان الكروكودايلز plural. وأي plural بستخدم معاه verb to be or. And dangerous. وخطيرة. They hunt large animals. تخيلوا إن الكروكودايلز بيصطادوا حيوانات أكبر منهم عادي جدا. عشان هم strong و dangerous. In في or near the water. يا إما بيصطادوا من المية يا إما جنب المية. طب بيصطادوا جنب المية إزاي؟ ممكن يصطادوا الطيور اللي واقفة تشرب أو الحيوانات اللي واقفة تشرب من المية. يطلعوا يصطادوا. Small fish in the river eat water weeds. طب الأسماك الصغيرة دي هتاكل إيه؟ الصغيرة دي هتاكل الwater weeds اللي هي قلنا إيه؟ الحشائش أو الأعشاب اللي بتبقى في المية. Birds eat insects. والطيور بقى بتاكل الإيه؟ الإنسكتس الحشرات. Small fish وكمان بتصطاد السمك الصغير اللي في المية. And the plants near the river. والنباتات اللي حوالين النهر. وده كان درسنا النهاردة بمنتهى السهولة. ما تنسوش تشوفوا الكرتون على القناة. والتدريبات هنحلها بشكل منفصل إن شاء الله في فيديو تاني. لو عجبكم الدرس تنسوش لايك وشير وفولو لبيج إيزي إنجليزي على كل المنصات واعملوا سبسكرايب للقناة. باي باي.